القضية. السلام عليكم. موضوعنا في هذه الحلقة هو استراتيجية الشتات في عالم العولمة. قد يبدو عنوانا غامضا بعض الشيء، إلا أنني هنا أستند إلى دراسة قام بها البروفيسور أيهان كايا من أنقرة عن هذا الموضوع. دراسة طويلة جدا، سأحاول أن أختصر منها بعض الأفكار في هذه الحلقة. أفضل ما عرف عن استراتيجيات الشتات هو النقاط الستة اللي قررها البروفيسور صفران. يقول في المادة الأولى: يجب أن تكون استراتيجيات الشتات موزعة من مركز، واسمحوا لي أن أقرأ، من مركز أصلي إلى مكانين فرعيين على الأقل. هذا الكلام ينطبق على الشراكسة بشكل 100%، لأنه الشراكس موزعين على البلقان أولا، دول البلقان أول ما بدأ التهجير لهناك، وإن لم يبقى الآن إلا المئات، لكن هذه حقيقة، والأناضول وسوريا والأردن، فلسطين المحتلة، ألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي نحن هنا نتحدث عن التوزيع الذي يسمح بإطلاق كلمة شتات على الشراكسة. اثنين، يقول أنه يعني مجموعة الشتات يجب أن تحتفظ بذكرى، برؤية أو أسطورة عن موطنها الأصلي، وهذا أيضا ينطبق بشكل كلي على شراكسة تركيا مثلا، وأنا أصر على تركيا بسبب الكثافة السكانية ووجود أغلبية الشراكس في تركيا. في تركيا نشرت كتب عديدة جدا، وعلى مدى ربما من يعني بدايات القرن العشرين، عندما صدرت مجلة غازة في إسطنبول، وتبعها بعد ذلك عشرات الكتب التاريخية التي تتحدث عن التاريخ والميثولوجيا ومأساة التهجير ودور الشركس في حرب الاستقلال التركية. فإذا يعني موضوع الرؤية والذكرى والأسطورة تنطبق فعلا على الوضع الشركسي. ثلاثة، بيقول صفران، تعتقد أنها غير مقبولة بدرجة كافية في بلدها المضيف. وهنا أسارع إلى القول بأن هذا الكلام لا ينطبق إطلاقا على الشراكسة في الأردن ولا على الشراكسة في سوريا، وأنا أتحدث هنا عن خبرة شخصية عن البلدين. ولكن في تركيا الشراكسة طوروا إيمان مشترك بأنه هم مش مقبولين بشكل جيد جدا من الأغلبية السكانية، وهذا حقيقة أمر مؤسف. يعني سنحاول أن نخفف من وقعه على السمع، ولكن الحقائق دامغة، الحقائق تصدمنا. يعني حتى نحكي عن أبسط الأمور اللي ما بدنا نحكي عن الماضي القديم، ولكن عندما نتحدث عن القرن العشرين، عندما عاد المقاتلين الشراكسة اللي حاربوا في حروب الاستقلال وقاتلوا الحلفاء واليونانيين وكل القوات المحتلة بما فيها حتى البريطانية، رجعوا ليجدوا أنه ممنوع تسمي اسمك الشركسي، ممنوع تتحدث، ممنوع، وهكذا. فهذه الأمور يعني أوصلتهم إلى حالة من الاعتقاد بأنه
يعني الشراكس مش مقبولين بشكل مطلق في تركيا. طبعا هناك من المتشددين الأتراك الذين كانوا ولا يزالوا في بعض منهم يعيش بعقلية السلطنة وبعقلية الإمبراطورية العثمانية التي كانت تقول أن كل من يعيش على أرض السلطنة العثمانية فهو تركي حكما. هذا كلام في منتهى الخطورة ويتحيز ضد القوميات الأخرى. مثلا الناس اللي كانوا موجودين على أرض تركيا التاريخية اللي هي الأناضول والقسم الأوروبي من تركيا، كان منهم اليونان والأرمن والأكراد والشركس والعرب وقوميات أخرى كثيرة، لكن كل هؤلاء لم يكن يعترف بهم، لأنه كانوا يقولوا لهم الأتراك ما دمتم تعيشون على أرض تركيا فأنتم أتراك، وكانوا يجبروهم على تسمية الأسماء التركية والتحدث باللغة التركية حتى وقت قريب. 4 بيقول بروفيسور صفران: ترى في وطن الأجداد مكان العودة النهائية عندما يصبح الوقت ملائما. الشركس الأتراك بيفكروا بالعودة دائما، وبيروا قصص عن الأجداد، قصص الحنين إلى العودة، وقصص المعيشة الوجدانية في القفقاز بشكل يعني مستمر. وهذا الحقيقة مما أدى إلى أنه عندما سقط الاتحاد السوفيتي عاد عدد كبير من الأتراك، الشراكس الأتراك عفوا، إلى الجمهوريات الثلاثة وبدأوا حياتهم هناك. وأنا قابلت شخصيا عدة أشخاص من هؤلاء اللي فتحوا مخابز ومطاعم وأعمال أخرى ومتاجر، والحقيقة ازدهرت أوضاعهم. لكن بعد ما قامت الثورة الشيشانية، الحكومة الفيدرالية الروسية ضغطت وبشكل قاسي جدا على موضوع العودة، بحيث أنه لم يعود إلا النزر اليسير. المادة الخامسة بتقول: تكون ملتزمة بالحفاظ على هذا الوطن وإعادة إعماره. جوابي أنا أنه الجمعية الشركسية العالمية في كل نداءاتها وفي كل تصريحاتها وفي كل تقرير بتصدره كل سنة تدعو إلى الاستثمار في القفقاز وتدعو إلى الاستثمار في الجمهوريات الثلاثة، لأنه ونحكي بصراحة في بعض المناطق الشركسية مهددة بالشراء من قبل قوميات أخرى غير الشراكسة، وأرجو أن أعفى من ذكر الأسماء تحديدا، ولكن هذا واقع قائم. في محاولات كثيرة وبعضها ناجح، وهنا يعني لابد لي من ذكر شركة إلبروز اللي قامت بمجهود كبير جدا في الأديجي وازدهرت أعمالها، وهي كلها مشكلة من مستثمرين شركس أردنيين. 6 أن يكون وعي المجموعة وتضامنها مع الوطن معرفين بدرجة مهمة من خلال العلاقة المستمرة. في تركيا عندما يسأل الشركس عن الوطن بيشيروا للقفقاز. أيضا في هناك رحلات سنوية وغير سنوية وموسمية إلى القفقاز، في سفن بتروح من موانئ طرابزون واسطنبول وغيرها، بتروح إلى الموانئ إلى سخوم وغيرها من الموانئ على البحر الأسود، وفي رحلات مستمرة. كثير من الشراكسة الأتراك بيستمعوا للإذاعة الناطقة بالشركسية من الأديجي ومن قبردينو من نالتشيك ومن شركيسك.
هذا نوع من الارتباط الروحي. أيضا الدراسة في القفقاز، في جمهوريات القفقاز الثلاثة أكثر من يقبل عليها الأتراك، لأنهم حقيقة يعني لهم ارتباط روحي بهذا البلد. ولكن يعني الأحداث الأخيرة بالحقيقة بتدعونا إلى تكثيف الجهد مع الأتراك خاصة للدخول أكثر في سياسات واستراتيجيات الشتات حتى يشكلوا قوى منفصلة عن الجسم السياسي التركي، ويشكلوا ثقلهم السياسي، وذلك يمكنهم من تمثيل أنفسهم في البرلمان وفي الحكومة وفي الجيش وفي كل مناحي الحياة الاقتصادية. أشكركم على مشاهدتكم، وأكتفي بهذا القدر، وللقاء في حلقة أخرى. شكرا.